فيتنام بلد صغيرة من بعيد تحسها جنة، أنهار بتجري وغابات خضراء وناس بسيطة بتحب السلام، لكن من قريب كانت أشبه بقدر ضغط بيغلي مستني حد يفتح الغطا بس علشان ينفجر. لو عاوز تعرف القصة كاملة يا صديقي اضغط لايك واشتراك وكمل معانا للآخر. من القرن ال19 فرنسا قررت إنها تعمل صاحبة بيت واحتلت فيتنام ضمن حاجة كانت اسمها الهند الصينية الفرنسية. يعني ببساطة فرنسا كانت عاملة نفسها الأم الحنون اللي بتربي أولادها بالقوة، لكن طبعا احنا عارفين إنها كانت بتستعمرهم وبتستعبدهم. الفيتناميين تعبوا من الاستعمار ده، من القهر ومن انهم بيشتغلوا في ارضهم لكن خيرها لغيرها. وفي وسط كل ده ظهر راجل صغير الجسم بس ضخم الفكر، هو تشي منا. الراجل ده كان شبه اسطورة بالنسبة للفيتناميين، اتعلم في فرنسا وسافر روسيا ودرس الشيوعية ورجع يقول احنا كمان لنا حق نعيش احرار، فأسس حركة اسمها الفيت منا والناس بدأت تتجمع حواليه. من سنة 1946 بدأت حرب داروس بين فرنسا والمقاتلين الفيتناميين، بس دي ما كانتش حرب عادية، ده كانت حرب غابات، والمقاتلين الفيتناميين كانوا بيتعاملوا مع الغابة كأنها بيتهم التاني، بيختفوا فيها زي الأشباح، بيزرعوا فخاخ في الأرض وينقضوا على العدو من حيث لا يدري. الفرنسيين كانوا متعودين على حرب شوارع وأوامر عسكرية وكلام من ده، لكن هنا الغابة جندي ممكن يتحرك متر واحد ويدوس على خازوق أو فخ أو تعبان. وفي سنة 1954 فرنسا قررت إنها لازم تكسب بأي تمن، فبنت قلعة ضخمة اسمها ديان بيان فو، وقالت اللي هيقرب من هنا مش هيطلع منها حي. بس الفيتناميين قالوا ماشي يا فرنسا خلينا نجرب. وبعد حصار دام 55 يوم تحت المطر والطين والجوع الفرنسيين استسلموا، وأول مرة في التاريخ الحديث قوة آسيوية بسيطة تهزم جيش أوروبي ضخم. تقدر تقول إن فرنسا خرجت من فيتنام وهي بتقول إحنا جايين نحررهم بس شكلهم حررونا إحنا الأول. بعد الهزيمة العالم اتجمع في مؤتمر جنيف 1954 وقالوا خلاص يا جماعة نقسم فيتنام مؤقتا لحد ما الدنيا تهدى. فبقت فيتنام فيها خط فاصل عند خط العرض 17، الشمال بقيادة هو تشي منا الشيوعي والجنوب بقيادة نجو دين ديم رأسمالي مدعوم من أمريكا. طبعا تقدروا تقولوا كده كوريا بس الإصدار التاني. الاتفاق كان يقول إنهم بعد سنتين يعملوا انتخابات موحدة، لكن أمريكا قالت لا إحنا مش ضامنين يمكن الشيوعية يكسبوا. وطبعا لما أمريكا تقول لا محدش بيقول لها لا تاني. في الجنوب الرئيس ديم كان عامل نفسه ملك مش رئيس، فاسد ديكتاتور بيحكم بالحديد والنار وبيكره البوذيين جدا رغم إنهم أغلبية الشعب. وفي يوم من الأيام سنة 1963 راهب بوذي اسمه ثيش كوانج دوك قرر يحتاج، بس مش بالكلام، وقف في شارع قعد في وضع التأمل وسكب بنزين على نفسه واشعل النار. العالم كله اتصدم والصورة لفت الدنيا. الناس في أمريكا نفسهم قالوا هو احنا بندعم مين بالظبط؟ وبكده بدأ الناس يفقدوا الثقة في الجنوب. وفي الوقت ده ظهرت حركة اسمها الفيت كونغ، مقاتلين من الجنوب نفسهم بيحاربوا حكومة دم بدعم من الشمال، وكان شعارهم بسيط حرية كرامة وطن. أمريكا كانت وقتها شايفة إن العالم عبارة عن دومينو، لو دولة وقعت في الشيوعية اللي بعدها تقع واللي بعدها وهكذا. فقرروا يدخلوا فيتنام علشان يمنعوا انتشار الشيوعية. في الأول قالوا إحنا مش هنحارب هنساعد، فبعتوا مستشارين عسكريين، بس الحقيقة المستشارين دول كانوا بيحاربوا فعلا. وفي سنة 1963 لما الوضع انفجر أمريكا ساعدت مجموعة ضباط إنهم يعملوا انقلاب ويقتلوا نجو دين ديم، وبعدها بأسابيع اتقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي نفسه. يعني 2 رؤساء في شهور قليلة. تحس الحرب دي بدأت بلعنة مش بسياسة. في أغسطس 1964 أمريكا قالت إن سفنها اتعرضت لهجوم من الشمال الفيتنامي في خليج تونكن، لكن بعدين اتضح إن الهجوم ده مش مؤكد أصلا، وفي تقارير بتقول إن ممكن يكون اختلق أو اتدبر علشان أمريكا تبرر موقفها من الحرب. الرئيس الأمريكي لوندون جونسون طلع وقال أمننا القومي في خطر لازم نرد، ومن هنا نزل أول صاروخ أمريكي على فيتنام. سنة 1965
1960 كانت البداية الحقيقية للجحيم. بدأت عملية اسمها رولينج ساندر أو الرعد المتدحرج. آلاف القنابل نزلت على شمال فيتنام ليل نهار، والغابات اتحولت لجمر. المروحيات كانت بتطير فوق رؤوس الجنود كأنها حشرات ضخمة، وصوتها بقى رمز الحرب كله. بس اللي الأمريكان ما عملوش حسابه إن الحرب دي مش أرقام ولا تقنيات، دي إرادة ناس. وشعب فيتنام كان بيحارب على أرضه وسط غابته وبيته، وكان عنده صبر مش طبيعي. وهنا بدأ العالم يسمع كلمة جديدة، فيتنام، بس مش كبلد، كرمز، رمز المقاومة والعناد. والحرب مفيش حد فيها كسب، بس الكل خسر حاجات كتير. وفي الجزء الجاي هنشوف ازاي أمريكا نزلت بثقة إنها تكسب الحرب في أسابيع، لكن خرجت بعد سنين وهي مش فاهمة حتى إيه اللي حصل. سلام.